أول فيلم للسونيك القنفذ بيعرفنا على شخصية سونيك. قنفذ أزرق عنده سرعة خارقة وعايش على كوكب تاني. لما ظهرت قبيلة شريرة بتحاول تسرق قوته، حارس سونيك لونجكلو البومة ادته كيس حلقات سحرية بتفتح بوابات لعوالم تانية. سونيك استخدم الحلقات دي عشان يهرب للأرض، ولونجكلو فضلت وراه تحارب الأشرار. بعد 10 سنين سونيك بيعيش في السر قريب من بلدة صغيرة اسمها جرين هيلز في مونتانا. سونيك كان حاسس بالوحدة وبيتخيل إنه يظهر من مخبأه ويصاحب شريف البلدة توم واتشوسكي ومراته مادي. بس اللي ما كانش يعرفه سونيك إن حياته الخيالية دي هتتقلب لما توم يجي ياخد وظيفة في قسم شرطة سان فرانسيسكو. في لحظة إحباط سونيك بدأ يجري بسرعات عالية جدا لدرجة إنه تسبب في نبضة كهرومغناطيسية عطلت الطاقة في منطقة واسعة. وزارة الدفاع الأمريكية بعتت الدكتور روبوتنيك الشرير الغريب ومعاه مساعده ستون عشان يحققوا في الموضوع. سونيك هرب من مخبأه في المجاري، وأخيرا قابل توم اللي ضربه بسهم مهدئ بالغلط. في اللحظة دي سونيك وقع كيس الحلقات السحرية بتاعه من خلال بوابة فتحت على قمة برج ترانس أمريكا، ناطحة سحاب كبيرة في سان فرانسيسكو. توم قرر يساعد سونيك يرجع الحلقات، وطلعوا مع بعض على سان فرانسيسكو، ومعاهم روبوتنيك اللي كان بيطاردهم. على الطريق توم وسونيك بدأوا يتقربوا من بعض، وتوم ساعده يحقق حاجات كتير كان عاوز يعملها. روبوتنيك قدر ياخد واحدة من ريشات سونيك واستخدمها عشان يزود طاقة آلاته الروبوتية. لما عرف قوة سونيك، روبوتنيك قرر إنه يستولي عليها لنفسه. في سان فرانسيسكو توم ومادي ساعدوا سونيك يرجع الحلقات، وفي نفس الوقت كانوا بيتهاجموا من روبوتنيك وجيشه من الطيارات الآلية. باستخدام الحلقات روبوتنيك طارد سونيك في أماكن كتير حوالين العالم لحد ما رجعوا كلهم للجرين هيلز. سكان البلدة ومنهم مساعد توم الساذج وايد ويبل وقفوا جنب سونيك. ولما توم قال لسونيك إنه صاحبه، ده إدى سونيك الأنفية أو الكافية عشان يهزم روبوتنيك ويرميه من خلال بوابة لعالم الفطر. بعد الانتصار توم ومادي قرروا يفضلوا عايشين في جرين هيلز، وادعوا سونيك يعيش معاهم رسمياً. الحكومة الأمريكية كافأتهم بالحفاظ على سرية وجود سونيك، وكمان ادتهم كارت هدية للمطعم المفضل ليهم أوليف جاردن، لأن شعارهم لما تكون هنا تبقى عيلتنا. في الوقت ده روبوتنيك قرر ينتقم من عدوه القنفذ، وفي نفس الوقت ثعلب خارق اسمه تايلز ظهر على الأرض عشان يدور على سونيك. وفي النهاية دي كانت حدوتة فيلمنا النهاردة. لو عجبتك القصة وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحواديت الجديدة أول بأول.